استاذ غازي، بالنسبه للجماهير في المباراتين، احنا بنتكلم جمهور النادي الاهلي هو واحد من اهم او اقوى الجماهير في القاره الافريقيه، نفس الامر بالنسبه للوداد المغربي، جماهير عظيمه وكبيره ايضا. اي من الجمهورين سيكون له التفوق على الاخر او يساعد فريقه اكثر من الاخر؟ هقول لك، جمهور النادي الاهلي في القاهره ام جمهور الوداد في محمد الخامس؟ القاره الافريقيه كلها تتكلم عن جماهير الوداد خاصه بمركب محمد الخامس. صحيح جماهير الاهلي تكون بكثره، لكن اسلوب تشجيع الوداد للفريق نتاعو كنظن بانه اسلوب متميز، يعني تشجيع من الدقيقه الاولى الى اخر دقيقه من المباراه، وبالتالي كنظن بان جماهير الوداد كانت علامه مميزه منذ سنوات، ولكن جماهير الاهلي لديها ايضا مميزاتها، ولكن يبقى جماهير الوداد سوف يبقى علامه استثنائيه في جميع مباريات فريق الوداد. بص اقول لك، حتى في السنه الماضيه عوده جماهير الوداد امام الزمالك كان له تاثير كبير، حتى عاد فريق الوداد الى قمه العطاء، وبالتالي اظن بان هناك مفهوم العائله بين الجماهير وايضا بين اللاعبين، وهذا ما يحفز اللاعبين على اعطاء كل ما عندهم في جميع المباريات. واظن بان الجمهور الودادي سيكون له عامل مميز وعامل كبير لدفع العناصر الوداديه لتحقيق اللقب في مدينه الدار البيضاء. واستسمح لان انا في مصر واتكلم عن جماهير الوداد. لا بالعكس، جماهير الوداد لها منا دائما كل الاحترام، بس عايزك تراقب بكره جمهور النادي الاهلي. انت عايز تقول حاجه عن الجمهور؟ ان شاء الله الخميس ستسافر الى المغرب اخ كريم، وستحضر مباراه الاياب وستستمتع يعني بجماهير اقول لك حاجه، الوداد، وستسمع باذنيك الصخب الذي لن يتوقف منذ بدايه المباراه الى نهايتها. كنت موجود في 2017 وعرفت اللي حصل، فانت تعرف جيدا الحجم، وانت يعني موجود بكره في استاد القاهره. لا انا وجدت اكثر من مره، حضرت اكثر من مره يعني مباريات هنا في القاهره. بقى جمهور النادي الاهلي بكره، فسنتابع جمهور النادي الاهلي وستسمع حتى يعني ربما يكون عدد قليل ايضا جمهور الوداد سيكون حاضرا، سيشجع، ونتمنى ان يكون صوته عاليا غدا ان شاء الله. يعني جمهور النادي الاهلي بكره هتلاقيه مكسر الدنيا، بس جمهور النادي الاهلي عظيم، وبالتاكيد جمهور النادي الوداد نحترمه. اكيد فريقين كبيرين وجمهورين كبيرين، وفي النهايه هي مباراه كره قدم سيفوز بها من يستحق، لان هذه مباراه كره قدم ليست معارك حياه او موت، مباراه تاتي ومباراه تذهب، وفي النهايه علاقات انسانيه وعلاقات اجتماعيه وعلاقات اخويه، هذا ما يظل وهذا ما يجب ان يوحدنا جميعا. المطلوب ان احنا نستمتع بالجمهورين زي ما بنستمتع باللاعبين في ارض الملعب. رساله شكر لبعض الجماهير الاهلاويه التي استقبلتنا هنا بالقاهره، جمهور النادي الاهلي استقبال جيد، استقبال طيب، حتى كانت هناك جلسات معهم في وقت متاخر من الليل، وحننتهي من البرنامج حنروح عند منو جمال. صراحه استقبال، وبشكرهم جميعا، لان هنا كتبان العلاقه الوطيده بين الفريقين وبين الجماهير ديالنا. صحيح.